هنقول يا صباح الهنا وصباح الجمال عليكم يا اغلى واجمل اخوات في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جايه لكم كده بقول لكم يوم جديد وفيديو جديد. انا كنت سايباه بصوت بس لقيت الصوت واطي. يلا مش مهم، خليها تتكلم زي ما هي عايزه وانا هنا هقول لكم هي بتقول ايه بالظبط. يا رب تكونوا بخير، يا رب ان شاء الله. والله يحط لايك للفيديو ده باذن الله نتقابل عند الحبيب المصطفى باذن الله، وربنا يحقق لكم كل ما بتتمنوه يا رب العالمين. لايك وشير للفيديو وسبسكرايب. في بدايه الفيديو بقول لكم فعلا وحشتوني، وحشني الروتين معاكم قوي. النهارده انا عند حماتي، انا كنت عامله روتين قوي قوي قبل ده بس ما نزلش للاسف او تصور غلط، ما علينا خلاص. هنبتدي بقى، كان يعني هنبتدي مع بعض ونشوف هنبدا منين. بس قبل اي حاجه عايزين ندعي لكل طلاب الثانويه العامه ان ربنا ينجحهم ويفرحهم، ويا رب يا رب مجبورين الخاطر، واللي تعب واجتهد ربنا يديك على قد نيتك، واللي ما اجتهدش ربنا ينجحه ويفرحه يا رب. عشان خاطر ماما وبابا والناس اللي في حياتنا بجد تستحق الفرحة مننا. ربنا يهنيكوا ويديكوا كل اللي بتتمنوه. وعايزة اقول كلمتين تانيين: اللي ربنا مديهولك ارضى بيه وقول الحمد لله، كله خير. كفاية انت بقى راجعي لحد كده، وتعالوا يلا بينا نخش نشوف هنعمل ايه على طول. بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده، انا قلت لكم ان انا كنت عامله روتين اللي انا كنت عاملاه. كانت حماتي زي ما انتم عارفين مش موجوده، فبصراحه الشقه دي كانت عايزه نكته فظيعه، فعملتها بقى قبل الروتين ده. كنت تقريبا عامله الروتين يوم الخميس، وجا زياره طبعا الاحباب ونورونا اخوات زوجي وكده، وكلنا كنا ملمومين. وبما اني بقى عيالي مع عيالهم ومش عارفه ايه، فالعيال قلبوا الدنيا زي ما انتم شايفين. يلا على قلبنا زي العسل. وطبعا هم بيجوا ينورونا وبيكترونا، واحنا والله بنفرح بوجودهم معانا جدا. ناس تستغرب صح؟ لا ما تستغربيش. كل ما تحبي الناس اللي في حياتك يعني لوحدك هتلاقيكي راضيه ومرتاحه نفسيا جدا. طبعا هنا بقى كنت مسكت البلكونه الاول من جوه، عملتها كده وقلت بقى تعالوا لما اشوف هعمل ايه قدامكم. مسكت الازاز دوت، عملت يعني نزلت الترابه من عليه. طبعا انتوا شطار مش محتاجين ان حد يقول لكم على حاجه، بس احنا مجرد بنشجع بعض. عايزه اقول لكم الثلاث فيديوهات اللي هينزلوا ورا بعض هم دول حرفيا في يوم واحد، بس بصراحه الفيديو كان هيطول عليكم قوي، فقلت يلا خليكي خفيفه يا بت على المتابعين بتوعك الحلوين اللي هيحطوا لايك ويتابعوا معاكي دلوقتي. خليكي خفيفه عليهم عشان يسمعوا الفيديو للاخر. طبعا هو فيديو تشجيعي جدا جدا جدا. وعايزه اقول حاجه: احنا كل اللي هنعمله هنلمع وهنشيل الفرش زي ما انتم شايفين. وهنا عايزه اقول حاجه: لو هتقدري تعملي حاجه لحد اوعي تتاخري. والله العظيم يا جماعه بجد اللي يقدر يعمل حاجه ما يقولش لا. ولو كلنا هنبص ان حماتك دي زي مامتك، انت هتلاقي نفسك بتعملي برضا، وهتلاقي نفسك ان انت حابه ان انت تعملي لوحدك من غير ما حد يقولك على حاجه. بصي ان ربنا يقعدهولك في نفسك وفي صحتك وفي والدتك وكل الكلام دوت. في ناس دلوقتي تخش تقولك اصل انا مش مجبره ان انا اخدم حماتي. يا ستي وايه يعني؟ اعتبري حماتك دي مامتك، اعتبري ان زوجك هو اللي بيراضي جوزك في مامته. ربنا يراضيكم ويديكم يا رب ويهدي الحال يا رب للجميع. واوعي تستني مقابل من اي حد. سيبي المقابل لله سبحانه وتعالى. احنا بنعمل عشان ربنا وبس. طبعا الحمد لله يعني الحمد لله رب العالمين. بجد انا زي ما قلت لكم قبل كده وبقول لكم كتير، الصحه غاليه قوي، ف يعني ما تستخسريهاش، وخلي بالك منها برضو الاتنين مع بعض. ازاي؟ مش عارفه. عملت كده زي ما انتم شايفين. انا قلت لكم بقى كنت شايله المراتب دي يا جماعه، وكنت عامله بصراحه كمان عايزه اعترف اعتراف صغير كده. كنت انا واخوات جوزي الاثنين كانوا جم معايا وساعدوني في الاوضه دي والاوضه الثانيه، لان كان فعلا شلنا المراتب، عملنا تحت السراير الحاجات دي يعني. بصراحة كانوا موجودين وجم ساعدوني على طول، لان انا كنت رجلي تعبانه شويه، فجم ساعدوني في الغرفتين. لكن سبت الصاله والمطبخ بقى، قلت المطبخ مهمتي انا اللي بقف فيه، وانا اللي لازم انا ارتبه بنفسي عشان خاطر ابقى عارفه ده فين وده موجود فين. وهم كتر خيرهم برضو، كل واحد عنده بيته وعنده عياله وعنده مسؤولياته كتير. خلاص كده زي ما قلت لكم انا نفضت تنفيذ سريع. وكل اللي كانوا عاملينه ان هم مكركبين الدنيا، لكن الدنيا منظمه، الدنيا نظيفه. وعايزه اقول لك طول ما انت مؤسسه صح صدقيني مفيش اي حاجه تاخد منك حاجه. كل حاجه هترجع مكانها، والدنيا هترجع فله شمعه منوره او ربنا. زي ما انتم شايفين انا خلاص فرشت الملايه بتاعتي الحلوه دي، وهبدا ان انا احط الكيس المخدات دي وبس كده. هتقولي لي فين جنة بقى؟ ما ساعدتنيش بصراحه، سابتني بقى لوحدي. وكانت في اليوم ده بصراحه كانت في درس. خلاص يا جماعه الدروس تقريبا بدات تقريبا، وفي بعض الناس هتبدا في 8. ربنا مع الجميع يا رب. بس انا عندي ثالثه اعدادي خلاص تقريبا كده، مش بدات يعني، بدات الحجوزات بتاعه
السنتر والكلام ده، لان دلوقتي بقى ياخدوا انا مش عارفه انا مالي مش مجمعه ليه، بس مش مهم. بقوا ياخدوا الدروس بالحجز، يعني لازم تنزل تحجز مكان قبل لا لا لا، ده في حاجه غلط يا جدعان. ما علينا، قبل ميعاد الدرس لازم تنزلي تحجزي. خلاص كده كده انتوا فهمتوني صح؟ والله انتوا فاهميني من اول ما انا قلت لا 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 دي صح، انا عارفاكم. فمش مهم، ربنا معاها، بس انا قفشتها وانا ما سبتهاش. اول ما جت قلت لها انت عليكي مدخل البيت بستلم، وجودي كانت بتمسح ورايا جانا عشان الناس تعرفها تمام، عشان عماله بتبص لي بتقولي اشمعنى انا بقى ما قلتش عليا، انا عملت معاكي. هي عملت معايا يا جماعه، عملت معايا ايه بقى؟ مسحت ورايا يعني كده، بعلمها وكده. في الاخر رحت انا جايبه تاني ميه وقلت لها بصي بس عشان العيال بهدلوا الدنيا، هبدا ان انا اعمل عشان انت ما تتعبيش، ده تشجيع يا جماعه. ما قلتلهاش انت مسحه مش كويسه عشان انا صغيره، بس لسه يعني ايه، فانا بعودها بس، وربنا يهديهم بصراحه يعني. يا رب سترك ورزقك. زي ما انتم شايفين برضو تنفيضه حلوه كده على الماشي. وهبدا ان انا ايه، اعمل لكم افرش السرير. طبعا انا عارفه ان انتوا تهتوا مني، وفي ناس مستنيه الفرح، وفي ناس مستنيه جوله في شقه العريس. جالي الرسائل دي كلها. الناس اللي عايزه ان احنا نتجول في شقه العريس ده هنعمل الفيديو ده، بس ادعوا يعني لما اروح ان شاء الله هعمل لكم الجوله في شقه العريس. دي حصيره كنت حطاها كده، انا بحب احطها فوق الدولاب عشان خاطر ايه يعني، هو ما فيهوش حاجه بدل ما هي مكركبه الدنيا كده تمام. طنفتين تلاتة كده بس، مكان العيال ما تنططوا ولعبوا وقعدوا، بس لا يكون حد مثلا موقع حاجة، حد كان بياكل حاجة على السرير، وارد لان هم عيال صغيرين تقريبا، مش كلهم يعني. يلا بينا. حطيتوا بقى لايك ولا لسه؟ اوعوا يكونوا لسه ما حطيتوش اللايك. حطوا اللايك بقى للفيديو، واكتبوا لي كلمه حلوه منكم كمان، وقولوا لي عايزين فيديوهات عامله زي، يعني لو حد حابب يجرب فيديو معانا يقول لنا اعملي كذا نعمله على طول بجد. بس يعني ساعدونا كده في اختيارات الفيديوهات، بس بالله عليكم اللي يشوف الفيديو يحط لايك للفيديو ويكتب كلمه حلوه، لان هو ده الدعم الوحيد اللي بتدعم بيه صاحب القناه او المحتوى القناه. يعني انت بتدعمه باللايك بتاعك وبس، عشان الفيديو يتشاف والقناه تتشاف، وكمان يعني ان انت تدينا طاقة ايجابية. فرشت المفرش زي ما انتم شايفين كده. هبدأ برضو ان انا افرش الكياس بتاعته وبس كده، والموضوع سهل خالص، وكده هيعتبر الاوضه خلصت. هتتكنس كنسه حلوه، وهبدا ان انا امسحها. وزي ما قلت لكم انا كنت بعمل الشقه كلها مش غرفه غرفه يعني، بس انا اللي نزلت لكم كده عشان ايه، عشان خاطر ما تزهقوش من الفيديو او تسمعوه كده. حبيبي يا رسول الله. اشرب بقى النسكافيه بتاعي عشان هيبرد، عمال ما تحط الخداديه بتاعتك. تحسوا ان انا لما بغيب عنكم شويه عايزه امنتج، عايزه اتكلم معاكم، خلاص اخدت على كده. اكيد انتوا فاهمين بقى، مش عارفه. بصوا يا جماعه، دي بطانيه انا كنت واخده بطانيتين تحت من عند حماتي، بصراحه كانت عندها 3 بطاطين بتوعها مش نضاف، غسلت 2 وخلاص. فاضل دي، هاخد دي هطلع اغسلها معاكم في الفيديو، وهبدا ان انا تاني يوم بقى انزل لها ال2 اللي انا غسلتهم. يعني لان زي ما قلت لكم انا من رمضان حماتي ما كانتش موجوده في البيت وبتاع، كنت بنزل اعمل الروتين اللي على الوش العادي، لان انا كمان ما كنتش موجوده في البيت عشان كان عندي فرح اخويا. وبعد الفرح او يوم الفرح بكل اسف مامتي والدتي تعبت في اليوم ده، فقعدت جنبها شويتين كده 3 يعني. هبدا اشيل بقى الحاجه اللي على الارض دي واكنس بقى الارض وبس كده. جانا بقى هي اللي هتقوم بالمهمه التانية. وهنا جانا مسكت الكاميرا، سنتنا بيضة هتجرينا دلوقتي وهتعمل فينا عمايل بيضة. هديها كنسة. بصوا كل حاجة وراها نضيف وتحتها نضيف والدنيا زي الفل الحمد لله. وزي ما قلنا طول ما الاساس انتي مؤسسة صح خلاص متقلقيش من اي حاجة. يا الله. كنت كنست البلكونه يا جماعه كنسه حلوه برضو، مش بطلع الكناسه بتاعتها بره، بحطها ايه بالجاروف وبلمها وكده، وببدا ان انا اكمل بره. بصوا طالع منها شويه تراب بساط جدا زي ما قلت لكم، مكان بس ما هم اتنططوا شويه ودخلوا الاوضه وقعدوا كده بس مش اكتر. بس يا دوبك بقى هدخل هسيب جنة تمسح ورايا. وده الفرش النهائي اهو، فرشت مسحت وفرشت الموكيته دي على الارض. هاخدكم بقى دلوقتي تعالوا نطلع فوق عندي نغسل البطانيه، وده كان الشكل النهائي. استنوا بقى اوريكم وانا بغسل البطانيه، وليه ايه رايكم في الفيديو.
خلاص بصوا الدنيا ليلت، لان زي ما قلت لكم بادئه معاكم بالنهار، بس انا عملت حاجات كتير قوي هتشوفوها في الفيديوهين الجايين. فحلوه قوي. وكان عندي فرح وما رحتش. يلا مبروك يا ندوش من هنا، وان شاء الله نعوضه يا قلبي في الليله الكبيره. بنت خالي يا جماعه كان كاتب كتابها، بس ان شاء الله نعوضها لها في الليله الكبيره باذن الله، وربنا يهنيهم ويسعدهم يا رب ويفرح قلوبنا بيهم. وبالتوفيق تاني والنجاح لكل طلاب الثانويه العامه يا رب يا رب، مجبورين يا رب. ان شاء الله نهني شروق ونبارك لها معاكم في الفيديو. شروق بنت سيلفي ثانويه عامه، صدقوني حاطه ايدي على قلبي اكتر من امها كمان. ربنا يسعد الجميع يا رب ويفرحهم. تعالوا بقى، انا طفيت النور على اساس انتوا شايفين حاجه، انا عارفه انتوا مش شايفين، هفتح تاني. يلا بينا بقى. طلعنا كده زي ما انتوا شايفين، حطيت البطانيه عشان تتغسل، وكنت غاسله دي يا جماعه مخلياها فله شمعه منوره زي ما انتوا شايفين كده. هبدا ان انا احط دي في البانيو كمان، وهبدا ان انا احط فيها المسحوق بتاعها وبسيبها شويه. بعد كده ببدا ان انا اغسلها برجلي كده وانزل الميه، وارجع عامله ميه تاني، واحط مثلا الاريال، احط اللي هو الكوروركس الالوان، احط الحاجات الحلوه اللي تخلي ريحه الحاجه حلوه وتفضل ثابته فيها فتره. في ناس، بعض الناس ما بترضاش تغسلها دلوقتي، بتقول في دخلة الشتاء وكده. لا انا ما بحبش كده، وما بحبش اشيل بطاطين او اي حاجه مش نظيفه، وده بعملها بقالي سنين، وبتطلع البطانيه ريحتها تحفه وتبقى زي ما هي. يا رب يكون الفيديو عجبكم وفاتكم ونال اعجابكم. يا رب نحط اللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واسيبكم في رعايه الله. مع الف سلامه يا احلى واغلى اخوات. طبعا مش تنسي اللايك لاختك، ولا كمان تنسي ان انتي تكتبي لها كلمه حلوه منك. بصوا الرغاوي دي يا جماعه، بصوا انا هنا بقول لكم ان انا بقى هبدا ان انا هسيبها وهستنى شويه كده عليها، وارجع بقى تاني اديها مرشه محترمه. اسيبكم في رعايه الله. مع الف سلامه يا احلى اخوات في الدنيا.